السلام عليكم. ما زلنا مع فيديوهات في القرية والريف. نبدأها من هذه شجرة الرمان. وما أدراك فوائد الرمان. يعني ما نقدرش نستغناو على بنة الرمان وفوائده الصحية لجسم الإنسان. نبدأ من هذه الشجرة هذه المباركة المذكورة في القرآن، ونستهلوا الشريط تاعنا، نستهلوا الرحلة تاعنا القصيرة هذه في هذا المكان الرائع، حتى نشاطركم ونتقاسم معكم أجمل اللحظات اللي راح نقضيها، اللي راني نقضي فيها هاد الأيامات هذه في الريف. هنا في هذا المكان هذا يعني بديت بحبات الرمان وأشجار الرمان الرائعة. هذه أشجار الزيتون كما راكم تشوفوا، يعني مازال ما طاب كتير، مازال ما تهيأ باش يتنزع ويذهب إلى المعصرة، ماشي وقته يعني. ان شاء الله ربي يبارك لنا في هذه اشجار الزيتون هذا العام هذا، ويكون ان شاء الله محصول الزيتون وتكون زيت الزيتون قويه في بلادنا، حتى يرخص نوعا ما ثمنها ونستمتعوا بها، لانها في الحقيقه ما نقدروش نستغنوا عليها في مطابخنا، في المطبخ الجزائري. هذه كذلك قلت اشجار الزيتون وما اروعها. ان شاء الله يبارك لنا فيها. هذا هو الطريق، ان شاء الله الطريق اللي رايحين نسلكوه الان مع بعض. ان شاء الله نشوفوا فيه بعض المظاهر الجميلة. هنا عندي هذا المكان هذا مخصص لرعي الأغنام، رغم قلتها لكنها جميلة. نكملوا نروحوا من هذا المكان هذا، نكملوا نسبقوا منا حتى نحطوا الدلية تاع العنب. يعني مدابية تشوفوا معايا كاين الدلية تاع العنب، يعني ما أمتعها وما أجملها يعني. حتى هذه الأشجار هذه قديمة، هذا المكان هذا قديم كتير في هنايا في المنطقة أعالي الجبال وبين الجبال، الريف الجزائري. منا تبدو هذه الكرم تاع العنب، الدالية تاع العنب. هنا شوفوا هذه الأشجار هذه العميقة، يعني الظل والجلسة القاعدة اللي راح تكون تحتهم كذلك هي أشجار الزيتون. يعني شوفوا كيفاش مشبكة فيما بيناتها، مشبكة عدة أشجار. هنا كاين شجرتين اهي، شجرتين هنا في الأمام. هذيك جذع الشجرة الأولى وجذع الشجرة الثانية، ويعني مليئة بالزيتون. أشجار هذه قديمة جدا. يعني هذا المكان هذا كان منذ وجود الإنسان الأمازيغي على وجه الأرض. السواحل الجزائرية الجهة الشرقية، أشجار الزيتون. يعني هنا نحاولوا ندخلوا نشوفوا الظل اللي توفروا هذه الأشجار هذه. يعني تقعد هنا نهار كامل، يعني ما تحسش يعني بالحرارة، وإنما تحس بالمتعة. نكملوا نعاودوا نرجعوا منا كما قلت لكم الذرية تاع العنب. وما أدراك ذرية العنب كذلك هو مذكور في القرآن، في الحقيقة هو من الفواكه المليئة بالفيتامينات والمفيدة كثيرا لجسم الإنسان. تعالج العديد من الأمراض. حتى يعني سبحان الله، حتى الزرع تاعها مختلف كثير عن الفواكه الأخرى. نشاهد الآن الدالية تاع العنب، راح نشاهدوها الآن. مشاهد جميلة. هيك عندنا هذه رانا جهة غروب الشمس منا. نخليكم تشوفوا معايا شوية المكان عن بعد، الأماكن الموجودة عن بعد، الأراضي من سهول وجبال وتلال، منها المحروثة ومنها المزروعة. البيوت هنا، البيوت كذلك بيوت الريف متفرقة وجميلة. نكملوا
نكملوا الى الدليه تاع العنب اللي قلت لكم عليها. ها هي هنا الدليه تاع العنب تبدا من هنايا، باش تشوفوا كيفاش مخدومه، يعني كيفاش مبنيه. عندها هاد كما يقولوا هاد الاعمده، كثره الاعمده اللي ترفعها عن الارض، كثره الاعمده المرفوعه، يعني كثير من الاعمده الداخل، يعني منظر جميل جميل جدا لدليه تاع العنب. يعني هنا نشاهدوا انه مازال، ربما مازال المحصول الثاني ما ظهرش، لكن مكان رائع، مكان رائع لدلية العنب. يعني قد الأهمية تاعو والفوائد تاعو هو عالي في السماء، يعني ينوض في الأعالي، ينوض في السقف. هنا كذلك تقابلني أخرى، دلية أخرى إن شاء الله نحاولوا أننا ندخلوا فيها حتى تشوفوا الروعة اللي كاين من الداخل. هي صحيح كي تتكلم مع مول العنب اللي عنده داليه تاع العنب، هكتارات تاع العنب، يحكي لك على المعاناه، يحرصوا في الليل، يحرصوا في النهار، يقوم به، يداويه الى غير ذلك، اشياء كثيره، خاصه على الحيوانات اللي تاكلها او انها تدمر هذه الاشجار الداليه تاع العنب. تدخل، يعني صح فيها معاناه، لكن فيها ربح كبير وفيها متعه كثيره. حتى يكفينا هذا، هنا نسيو ندخلوا هنا. هذا مدخل تاع دليه، راهي بمفردها، راهي منقسمه او منفصله على هذه اللي شفناها في الاول. نحاولوا اننا ندخلوا مباشره لها هكذا حتى تكون متعه المنظر. في الحقيقه الريف وما ادراك ما الريف، وما اجمل الريف وما اجمل الحياه في الريف. يعني الان مع الاسف الناس كلهم يحبوا المدن، لكن في الحقيقه حياه المدينه، حياة الريف ممتعة جدا. يعني على الأقل الإنسان أنه مرة في الأسبوع، كيما كنا حنا صغار، الأب تاعي ما يصبرش نخرجوا بالمسيد الويكاند، عطلة نهاية الأسبوع، لازم نحطوا كراتبنا ونغيروا ملابسنا ونتجهوا نحو الريف. يعني كانت عقيدة تسري في الدم. وحنا كذلك خرجنا عندنا مهوشين كما يقولوا، ولا عندنا الحب هذاك الكبير لل... للريف. يعني في الحقيقة حقيقة، يعني هو الريف هو حياة هو حياة. يعني تنعاود نرجع هنا، نخليكم مع المنظر حتى للأسفل. يعني هي كاملة حقول العنب، دالية تاع العنب. أتمنى أنكم استمتعتم بهذا المنظر الجميل. يعني حقيقة ظل العنب، وكيكونوا فيه العناقد، يعني واحد المنظر، يعني ما أجمله من منظرين. كنا شفنا الظل تاع شجرة الزيتون، أشجار الزيتون. الآن شجرة الدالية تاع العنب، يعني ما شاء الله. كما قلت لكم، حقيقة الحياة في الريف تبعد على الإطمئنان والراحة والهدوء. يعني هدوء لا يضاهيه هدوء آخر. يعني ما شاء الله. يعني حتى أنا يعني هنا نشوف الناس اللي نعرفوهم، الأقارب والأحباب والأهل اللي نعرفوهم، يعني كي نقيسوا معاهم المعاناة اللي نعانوها حنايا في المدينة، يعني هما خير منا. يعني وقتهم منظم، كما نقول لهم، المرأة ما تعياش كتير، يعني عندها الخدمة تاعها باينة، إلى جانب الحرف والفلاحة اللي تمارسها. يعني واش نقول لكم، هذه الدالية، هذه كما يقولوا الهندي، او يقولوا لها الكرموس نصارى، هكذا حنا يقولوا لها هنايا كرموس نصارى. يعني كاين حبات اللي حق وجدوا راهم يعني شابين ما شاء الله، وكاين اماكن وين مازال ما طابوش مليح. يعني نكملوا هنايا، نحطوا ان شاء الله. الان نحاولوا نحطوا للعين ان شاء الله، نحاولوا نحطوا لها.
هنا هذا المفترق طرق، حاولوا نوصلوا للعين. هذه العين تحكي الام تاعي انها حتى اهالي هنايا يحكيو يقول انها هي اقدم عين في شمال افريقيا او في نوميديا. نوميديا القديمه هي اقدم عين هنايا، وكثير من اهل البلده يتبركوا بها، رغم اننا يعني بين قوسين نقول لهم ما راهيش ما زمزم، يعني احنا مسلمين تبركوا بما زمزم، لكن يتبركوا بها لقوتها وعذوبة الماء تاعها. هذه كذلك هنا أشجار الزيتون، من وراءها الدلية تاع العنب. يعني الأرض هنايا صالحة كتير لزراعة العنب وأشجار الزيتون والزيتون. هذه بئر، هذه هي العين. هذه العين هذه كما ذكرتني يعني عندها وقت، يعني عندها كما نقولوا زمن كبير من اللي بدات تعمل هذه العين هذه وملي انبثقت، كما قلنا واحد قرنين واكثر من قرنين. يعني هنا الكل يشهدوا انها عندها الوجود تاعها تاريخها اكثر من قرنين. كما قلت لكم كانت هنا المنطقه هي الاولى في شمال افريقيا من عصر النوميديين موجوده هذه، وما قبلها موجوده هذه العين هذه وهذا البئر هذه. يعني بئر الكثير يباركوا بها، يغسلوا منها، يشربوا منها، يعني ما شاء الله. ها هي العين، ها هي الخارج، وعندنا هنايا كما يقولوا المدخل هذا من الداخل. إذن على هذه المناظر الجميلة، منظر العين ومنظر هنايا المناظر المقابلة، أتمنى أن تكونوا استمتعتم معي في هذا الفيديو. شكرا للجميع.